السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله معانا النهاردة فيديو جديد من قناة المزرعة، من قناتكم قناة المزرعة. معانا فيديو بعنوان اشتغل عشر ولبن ولا اشتغل عشر وبكري. طبعا الموضوع مش سهل، في فرق ما بين ديت وفي فرق ما بين ديت كتير. طب الفرق ده معانا في ايه؟ الفرق ده معانا في مصروف، الفرق ده معانا في خبرة، الفرق ده معانا في حاجات كتير. فاحنا في الفيديو ده هنتكلم مع بعض، او انا هسهل عليك الدنيا، او هديك شوية ارشادات وهديك شوية معلومات، وفي الاخر القرار قرارك. بس احنا هدفنا هنا اللي احنا نسهل على بعض الدنيا. يلا بينا نبدأ. ما تنساش تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وتشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفني، ولو انت مشترك ما تنساش تعلق تعليق كده وتدينا لايك عشان خاطر نساعد اللي الفيديو ده ينتشر واكتر عدد من الناس يشوفوا ان شاء الله. في الاول كده تعالى نعرف الفرق بين العشر اللبن والعشر البكري. هنتكلم مثلا من حيث التكلفة. انا دلوقتي نزلت السوق جبت بقرة عشر فاضية، عشر اللي هو ايه، عشر لسه بكرية، لسه ما ولدتش قبل كده. هتتكلم النهاردة من 45,000 ل50,000، حسب ايه، حسب تقليب العجل. طيب انا جبت العجل عندي ديت، اجيبها عشر تقيل ولا اجيبها عشر قليل ولا اجيبها عشر ايه؟ والله حسب انت الاكل عندك ايه ظروفه. لو انت حضرتك بتشتري جميع انواع الاكل وبتشتري التبن وبتشتري الحاجات دي كلها وما عندكش حاجه في ارضك، وما انت زارع حاجه في ارضك او ما عندكش ارض، يبقى خليك في العشر التقيل. ليه؟ لان العشر الخفيف لو انت جبتها مثلا عشر 2 3 هتاخد معاك وقت وهتاخد معاك مده عبل ما توصل اللي هي تولد. وطبعا البكرية ديت ما بتجيبليش لبن، فانا دلوقتي مفيش حاجة بتصرف. انا مثلا دفعت فيها 45,000، دفعت فيها 50,000، هو انا حطيت الرقم، وما بالك هزود عليه اكل تبنه، هزود عليه ردة، وهزود عليه بقى برسيم، وهزود عليه ايا كان اللي انا بوكله. فديت حاجة لازم تاخد بالك منها. مصروف البكرية اكتر من مصروف البقرة التاني. طيب خليني جبت عشر مثلا، عشر تقيل شوية. طبعا العشر التقيل شوية هيوفر عليه، بس في حاجات يا جماعة لازم ناخد بالنا منها وانت بتشتري البقرة البكرية. برضه البقرة البكرية ديت اول حاجة طبعا هو لسه ما بلهاش ضر. ما بلهاش ضر بمعنى ايه؟ طبعا هي ما حلبتش قبل كده وما جابتليش لبن وما جابتليش حاجة، فانت شاريها هي ملهاش ضر، الضر بتاعها لسه لازق فيها كده صغير، بالذات لو انت شاريها عشر صغير. طيب في حاجة بقى حضرتك ممكن تقع فيه، وديت ايه؟ انت البقرة طالما ما بلهاش دار انت مش عارف الاربع حلبات شغالين ولا لا. طب هل الاربع حلبات شغالين زي بعض ولا لا؟ طبعا احنا عارفين اللي ممكن يكون في 3 حلبات كويسين، وفي حلبين كويسين، وفي حلاب يكون بيحلب شوية صغيرين. فطبعا ديت حاجة في البكرية انت حضرتك مش هتعرفها. هما باينين مثلا، هيبقى مثلا البز باين صغير كده او الاربعه باينين صغيرين، بس انا معرفش لما الضر ده يتحضر ويملى لبن انا معرفش ظروفه هيبقى ايه. دي حاجه برضو من عيوب ايه، ديت حاجه من عيوب البكريه اللي انت هتاخدها. ممكن يكون في ربع ضارب. طبعا دي كلها حاجات في عيوب البكريه. ومعانا كمان ابن البكريه بيبقى صغير شويه، يعني البكريه ديت لما ان شاء الله ربنا يكرمها وتولد عندك ابن البكريه بيبقى صغير شويه. مش في كل الاوقات وفي كل الاحيان، بس طبعا من عيوب ابن البكريه اللي هو ممكن يبقى ايه، يبقى صغير معاك شويه. طيب هنيجي بقى للي بتحلب وعشر في نفس الوقت. انا جبت بقرة من السوق عشر 3 عشر 4، طبعا السعر هيزيد شويه، السعر هيرفع معايا شويه. لو انا بتكلم في 45 50 لا انا هطلع بالايه 55. ممكن اوصل لو بقرة مظبوطه ممكن اوصل ل60,000. يعني انا بقول لك الاسعار برضو في رينج متوسط، انا ما بقولكش سعر ممكن تقل ممكن تزيد، انا بديك رينج متوسط، حاجه متوسط كده. طيب انا جبت بقره عشر ولبن. طبعا البقره ديت ان شاء الله ربنا بيكرمك تكون بتحلب لك ايه، بتحلب في اليوم لبن. طبعا اللبن ده طبعا هيصرف عليها، بس في حاجه هنا، التغذيه بتاعت البقره اللي هي عشر ولبن بتبقى اعلى من التغذيه التانية، اعلى من تغذيه العشر بكريه. يعني حضرتك محتاج في اللي هي بتولد اللي هي والده ديت، محتاج اللي انت تزود التغذيه بتاعتها عشان خاطر هي بتديك لبن، بتديك وزن من جسمك. يبقى زي ما قلنا يا جماعه طبعا اللي هي العشر ولبن ديت هتحتاج تغذيه عاليه.
لازم خضرة، لازم هتحتاج علف، لازم هتحتاج تبن، لازم هتحتاج سلاج، حسب اللي ايه، حسب الاكل اللي موجود عندك والاكل اللي حضرتك بتوكله. طيب مميزات اللي بتحلب ديت ايه بقى؟ هنخش نتكلم في المميزات. مميزات ديت ومميزات ديت. مميزات اللي هي عشر بتحلب ديت، انا مثلا جبتها زي ما قلنا، مثلا لو عشر 5 ولا حاجه، طبعا هي بتديني دخل يومي، سواء بقى بتديني اللي بتدولي، بتديني 100 جنيه، بتديني 150، حسب اللبن وحسب الحاجه بتاعتها. هي بتصرف، بس انا مثلا بصرف عليها اللبن ده، انا هبيعه وهصرف ايه، وهصرف عليه. مش عايز تبيعه، ممكن حضرتك تجيب عجل ولا تجيب عجلين تانيين وترضعهم. يبقى انت كده بدل ما تبيع اللبن رخيص، يبقى انت كده كسبت ايه، كسبت اللي انا رضعت عجلين، بعد 5 6 شهور او 5 شهور هي ولدت كمان، بقى عندي ابنها على العجلين اللي انا ايه، اللي انا جبتهم ورضعتهم. ده مشروع ان شاء الله نبقى نتكلم عنه بالتفصيل لوحده كده على جنب لوحده، البقرة تشيل كم عجل وازاي اتعامل مع الايه. ومشروع يعني من افضل المشاريع دلوقتي ان شاء الله. بس تعال ما تنساش تشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، وتدعمنا ان شاء الله عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. طيب قلنا مميزات البقرة اللي بتحلب اللي هي بتصرف على نفسها. طيب ميزة تاني معانا ايه؟ ميزة اللي الضر باين قدام مني، باين هي بتحلب كام كيلو لبن، باين الاربع حلبات شغالين ولا مش شغالين، باين في ربع ضارب ولا ما فيش ربع ضارب. دي كلها حاجات باينة قدام مني. طبعا يا جماعة لما تجيب بقرة بتحلب وتجيب بقرة عشر وبتحلب، لازم تاخد بالك من نقطة، لازم تاخد بالك من نقطة ما تجيبش البقرة سنها كبير، عشان خاطر اما تيجي تبيع البقرة ديت تعرف تبيعها وتعرف تمسك فيها فلوس تاني. يعني مثلا هات تاني ولد، هات تالت ولد، ما تكترش. لو انت اني ما تكترش عن تاني ولد او تالت ولد. ليه؟ لان انا بفضل حضرتك البقرة تجيبها يعني في 5 ولد تكون بايعها، في 5 ولد تبيعها والدة او تبيعها عشر. ليه؟ لان بعد كده انتاجها بيقل في اللبن، بعد كده الدنيا ايه، الدنيا بتقل معاه. فانت لو جبتها، دي حاجة برضو لازم تجيبها، دي حاجة من مميزات من عيوب العشر اللي انت تاخد بالك اللي هي ما يكونش سنها كبير. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا قلنا البكرية. طبعا عيوب البكرية اللي انا ما بكونش لسه شفت الضر، بكون لسه معرفش هي هتحلب لي ايه، هو الرزق بتاع ربنا وكل حاجة، بس قلنا موضوع الضر ده موضوع مهم. طيب مميزات البكرية اللي هي بتوفر عليا شوية في الاكل. طبعا ديت حاجة لو انا لسه مبتدئ، ولو انا لسه ما عنديش ارض، زي ما قلنا حاجة بتوفر معايا كتير. طيب يا جماعة زي ما قلنا كده، طب انت تنصحني بايه بقى يا عم يا عم اسلام في اخر الفيديو، او انت تقول لي تجربتك الشخصية ايه؟ بص انا مربي البكرية عندي ومربي العشر قبل كده. تجربتي او نصيحتي ليك، بلاش لو انت اول مرة تشتغل بلاش تجيب البكرية. انت ممكن تسترخص او ممكن تلاقي حنينة شوية او ممكن تلاقي ده كله، بس بلاش تجيب البكرية. ليه؟ لان انت هتجيبها وعايز تصرف عليها، مفيش مصروف، هي ما بتدخلكش مصروف. طيب اللي انت تجيب بقى، نصيحتي ليك واللي انت تعمله والحاجة اللي هي مشت معايا ان شاء الله حاجة كويسة، اللي انت تجيب بقرة بتحلب وما تبيعش اللبن بتاعها. دي بقى حاجة ايه، دي حاجة تركاية كده ليك انت ان شاء الله. اجيب بقرة بتحلب وعشر في نفس الوقت، اجيبها زي ما اجيبها بقى، ان كان سعرها 50 55 حسب، واجي جايب تحت منها عجلين بيرضع، عجلين عمر اسبوع، عجلين عمر 5 ايام 7 ايام زي ما يكون. هرضع العجلين، انا مش هبيع لبن، لان اللبن دلوقتي رخيص، واحنا دلوقتي داخلين في موسم ولادات يعني اغلب البقر العشر بيتولد في ايه، في من دلوقتي وماشي في خلال فترة الشتاء دي. فانا هاجي جايب البقرة، واجي هي عشر طبعا، واجي جايب تحت منها عجلين، لو عجلين بس، لو هي بقرة خليط لبنها شوية كده. طيب والعجلين انا هجيب مثلا العجلين ب15 16 الف لو هم عمر 5 6 ايام ولا حاجة. طبعا هرضعهم 3 شهور. لو انا هنشف البقرة حتى، يعني انا لو جايبها مثلا عشر 3 ولا عشر 4، هتفطم لي العجلين بتوعها دولت، انا مش عايز حاجة منها تاني، حاجة مفطم العجلين بتوعي ومنشفها على كده. كتر خيرك انت كده. انشفها شهرين قبل ما تولد، يبقى انا بقى عندي عجلين بتكلم في 27 الف ولا حاجة العجل. العجول التانية ولا متوسط 25 الف بس ولا 26 الف. وعند البقرة عشر ان شاء الله ربنا يكرمني منها
تولد، سواء تولد ذكر او سواء تولد انتايه، واعيد الكرة تاني. هتيجي طبعا لما تولد طبعا ان شاء الله انت حضرتك بقى، هي هتصرف عليك شويه في التحضير بس مش مشكله، انت هتصرف في التحضير ان شاء الله ربنا يكرمك في العجول ده كله. طبعا لازم تحضرها قبل ما تولد. يبقى هي ولدت عندي بقى، طلعت لي عجلين اتنين خلتهم عندي، سواء انت عايز تسمنهم ولا عايز تبيعهم حسب ظروفك. بقت البقره بتحلب عندي، وبقت ابنها كمان جه عليا، بقى عندي 3 عجول والبقره وبتحلب. فده طبعا حاجه كويسه، ودي نصيحتي ليك اللي انت تبدا. وفي الاول وفي الاخر اللي بينفع لي ما بينفعلكش، واللي بينفع لك ما بينفعليش. كل واحد حسب مكانه، كل واحد حسب ظروفه، كل واحد حسب دنيته. فدي بس كانت حاجات بسيطه كده حبيت اللي انا اديها لك عن تشتغل عشر ولا تشتغل بكريه. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، والله يصلح حالنا وحالكم وحال كل الناس. السلام عليكم.